السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني. النهارده بقى عاملين فطاير تحفه ونتيجتها جميله ان شاء الله وهشه وطعمها تحفه. اعمليها لاولادك بقى في المدارس بدل السندوتشات. تنفع فطار، تنفع عشاء ما بين الوجبات. بجد تحفه. يلا نسمي بالله ونشوف عملناها ازاي. اول حاجه حبايبي المكونات بتاعتنا، ادي كوبايه لبن رايب، هضيف معاها كوبايه ميه. ممكن الرايب تستعملي بداله حليب او زبادي. معلقة ونص خميرة، أنا مستعملة بمعلقة كبيرة يا جماعة، كل المقادير بالمعلقة الكبيرة. وعندي 3 معالق سكر، حوالي ربع كوباية زيت، ولا سمنة ولا زبدة، احنا بنسهل المقادير وفي نفس الوقت النتيجة بتبقى تحفة بجد والله. عندي بيضة واحدة، خدت البياض بتاعها زي ما انتوا شايفين، والصفار هخليه هدهن بيه وش المعجنات بتاعتي. نقلب الخليط ده كله ونضيف معلقة خل. المعجنات الطرية ضيفي على طول معلقة خل، دي هتشوفي طراوة المعجنات عاملة ازاي. ومعاها كوباية دقيق. العجينة دي بجد تحفة ما شاء الله، اللهم صل على النبي. مفيش ولا مرة يعني تخيب معايا، جربوها هتديكوا هشاشة وطعم، بجد بتبقى حلوة قوي. هركن بقى الخليط دوت ما يقلش عن ربع ساعة، نغطيه ونركنه. بصوا حبايبي، بعد ما بتسيبيه ربع ساعة بتلاقي الخليط ابتدى يتقل معاكي، الخميرة ابتدت تتفاعل كده ما شاء الله، اعرفي ان انت ماشية صح وهتاخدي عجينة محترمة. نبتدي بقى نضيف الدقيق تدريجي. الكمية دي بتاخد من حوالي من 5 ل6 كوبايات دقيق. احنا ضفنا في الاول واحدة، وادي 3 كمان، وباقي التدريج انا هضيفه باقي الدقيق هضيفه تدريجي. يعني لو هنقول بالميزان يعني حوالي كيلو الا ربع دقيق. وادي نص معلقة صغيرة كمان بيكنج باودر، ورشة ملح. العجينة دي ممكن تعملي بيها بيتزا، اعملي بيها فطاير زي ما احنا عاملين، كاليزون، بتمشي معاكي في اي حاجة. نلم الدقيق بتاعنا كده ونعجن عجنة محترمة مش اقل من 10 دقايق. بصوا، لحد ما تلاقي عجينة ناعمة في ايدك كده، مش هنقول بتلزق. بصوا، يعني هي اما تاخديها في ايدك كده وتكوريها ما بتلزقش، بس انتي بتحسيها طرية وناعمة في ايدك. نغطي عليها ونسيبها من نص ساعة لساعة في مكان دافي، وبعدين نبدأ نشتغل فيها. ابتدت تخمر معايا العجينة كده ما شاء الله زي الفل اهوت. هي انا سبتها بس يا دوب نص ساعة، وهبدأ بقى اقطعها وارصها على صينية او على بلانش او اي حاجة تكون مرشوشة رشة دقيق. ولادك بقى زهقوا من الفينو والسندوتشات والحاجات دي، تعملي لهم الفطاير دي ما شاء الله بأي حشوة بقى موجودة عندك، اشتغلي بيها. شوفي هم ولادك بيحبوا ايه والمتوفر عندك ايه، وما تكلفيش نفسك. وكمان اسهل بقى ما تقومي من الساعة 6 الصبح تعملي سندوتشات، بتبقى حلوة. دي بقى الحشوة اللي انا هحشي بيها. جبنة فيتا، معاها فلفل الوان، وادي رشة زعتر. الحشوة دي يا جماعة جربوها جبارة. انا عن نفسي انا ما بحبش غير الحشوة دي. بس انت بقى عندك عايزه تحشي صدور فراخ، تحشي بسطرمه، تحشي جبنه رومي وزيتون اللي ولادك بيحبوه، وممكن تحشي نوتيلا، تحشي عجوه، اي حاجه اشتغلي بيها. زعتر مع الجبنه والفلفل الالوان بيدي طعم حلو قوي. نرش رشه دقيق خفيفه كده ونفرد معانا العجين بتاعنا. يلا بقى لو لسه ما حطيتوش اللايك والاشتراك للقناه، يا ريت تدعموني وتقولوا لي اكتر حاجه بتحبوا ان انا اعملها. انا عن نفسي انا بحب اشتغل معجنات، لو انتوا بقى بتحبوا الفيديوهات ديت قولوا لي عشان نزود فيها شويه. نفرد بقى القطعه بتاعتنا كده، نعمل بقى اشكال حلوه كده الولاد يحبوها. نحط كميه من الحشوه. يلا نصلي ونسلم على رسول الله، وطول ما انت واقفه كده اذكري الله، اكلك يبقى كله بركه ويبقى كله خير، وما شاء الله الحاجه تطلع حلوه كده ومتيسره في ايدك. ايه رايكم؟ ادي اول شكل معانا،
احنا هنعمل كذا شكل. نفرد واحدة تانية. هي كلها ما بتاخدش مجهود. الناس اللي بتخاف من المعجنات ان شاء الله جربوا الفيديو دوت وامشوا معانا بالخطوات مظبوط، هتطلع معاكي ولا اسهل. بعد كده هتحبي شغل المعجنات والمخبزات دي قوي. اخد برضو شوية من الحشوة كده، نغير بقى الشكل بتاعنا شوية. انا هوريكم كذا شكل كده، كذا فكرة، وانتي اعملي اللي ولادك يحبوه وتشكليها لهم هتعجبهم. الحاجة في البيت طبعا بتبقى انضف واسهل واحلى، حتى لو انتي كلفتيها شوية بس برضو اوفر من اللي انتي بتشتريه من بره. ما شاء الله كيلو الا ربع دقيق عمل لي كمية، لو هتجيبيها اضعاف يعني ما انتي مكلفاها. بصوا بقى احنا عملنا بقى قطعناها كده شرايط من الجناب، وناخد بقى واحدة يمين وواحدة شمال تطلع معانا بالشكل القمر ده. ايه رأيكم؟ شكلها حلو. قلت لكم ينفع تحشوا اي حشوة انتوا عايزينها. احشي سجق، احشي هوت دوج، احشي نوتيلا، احشي اي حاجة ولادك بيحبوها ومتوفرة عندك. ابسطها الجبنة زي ما احنا عاملين كده، جبنة وشوية فلفل ومعاها رشة زعتر، تطلع معاك ان شاء الله حاجة زي الفل. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. نعمل برضو شكل تاني. برضو لو عندك عيد ميلاد، عندك مناسبة، ينفع تعملي كيلو دقيق تعملي منه شوية حاجات زي كده. بصوا بيملى عندك الدنيا وبيخلي السفرة بتاعتك شكلها حلو. تقطعي منهم شوية بالأشكال ديت، تعملي حبة ميني بيتزا. أنا العجينة دي قلت لكم بعملها وبشتغل بيها، وما شاء الله مش مكلفة، ولا حطينا زبدة ولا كام بيضة ولا الكلام ده كله. هي بضاية واحدة ومستعملين ربع كوباية زيت، يعني أبسط من كده مفيش. أنا عارفة إن الحاجة غالية وبنحاول نوفر فيها، وفي نفس الوقت بتدينا نتيجة محترمة قوي. شوية بقى فلفل ألوان كده، ما عندكيش ألوان حطي فلفل أخضر، بس بصراحة الألوان بيبقى حلو والقيمة الغذائية بتاعته عالية، وفي فيتامين سي. جو شتاء بقى وداخل عايزين نرفع المناعة، فاستعملي فلفل ألوان. نقفل بقى الحروف كده، ادي شكل تاني. ما شاء الله العجينه وانت شغاله بتبصي تلاقيها تبتدي تخمر معاكي، اعرفي كده ان انت ما شاء الله شغلك كويس وهتاخدي نتيجه حلوه قوي. وادي شويه لحمه مفرومه. نعمل بقى شكل تاني كده ومعاها رشه جبنه رومي. وادي نعملها ادي الكاليزون كمان، يعني احنا طلعنا منها كذا شكل. بشوكه كده ونقفل الاطراف. عندي ادي صفار البيضه، حطيت عليها معلقه لبن ورشه قهوه. احلى حاجه بتشيل زفاره البيض يا جماعه هي القهوه العادي بتاعتنا، القهوه العربي كمان مش النسكافيه. رشه قهوه بتدي لون تحفه وما بتخليش اي ريحه ولا طعم مش محبوب من البيض. ندهن بقى الوش بتاعنا بس تكون الفطاير بتاعتنا خمرانه. بعد ما تخمر نبتدي ندهن بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طبعا انا شغلت الفرن عندي، بتشغلي على 180 لو انت عندك درجات حرارة. ما عندكيش يبقى على اعلى حاجة. تسيب الفرن قبلها بربع ساعة. ندخل الصاج على الرف الأقرب للأرضية. لو بيشتغل فوق وتحت عندك بشواية يبقى زي الفل، مفيش يبقى هنشغل الأرضية تتحمر وبعدين نطفي ونشغل الشواية. أنا بقول لكم كل حاجة على حسب طبعا انت متوفر عندك ايه وتعملي بيه. ما شاء الله العجينة بصوا ما شاء الله يعني تخمير باين. حبة بقى سمسم كده على الوش، ممكن كمان حبة البركة.
دخليها على فرن سخن زي ما قلت لك قبلها بربع ساعة، واول ما تخرج ببخاخة مية وتديها رشة مية خفيفة، بتفضل المعجنات معاكي طرية يوم واتنين وتلاتة كمان. بس كده زي الفل. وادي حبايبي بعد ما استوت بصوا ما شاء الله، كمية حلوة يعني. هتعمليها وممكن تكفي عندك شوية، عايزة تزودي كمان الكمية وتضعفيها وتشيلي في الفريزر، يبقى بعد ما تبرد في كيس نضيف وتربطيهم وتحطيهم في الفريزر، يقعد عندك وتطلعيها تسخنيها او من غير ما تسخنيها. بصوا ما شاء الله، والله ريحتها تحفة وطعمها كمان جميل بجد. اتمنى ان انتوا تجربوها، هتعجبكم وتعجب ولادكم. ويعني تجديد شوية عن السندوتشات العادية بتبقى حلوة برضو. يعني الولاد لما ياخدوا كام واحدة من دول مع كوباية عصير، اعملوا كمان العصير في البيت. مش عايزة اقول علبة عصير، اعملي العصير في البيت واعملي حاجتك كلها في البيت، ان شاء الله تبقى زي الفل. ريحتها حلوة قوي وهشة، يعني هتجربوها وتحكموا ان شاء الله بنفسكم. يا ريت لو لسه بقى ما اشتركتوش في القناة عندي، اتمنى ان انتوا تشتركوا فيها وتدعموني بلايك ومشاهدة كاملة للفيديو، ان شاء الله هتشوفوا فيديوهات تعجبكم جميلة جدا. واكون عند حسن ظنكم. بصوا بقى تعالوا نفتحوا ده، بصوا لها الشاشة بتاعت الفطاير بتاعتنا، ودي التسوية بتاعتها ما شاء الله زي الفل. بصوا، اتمنى يكون الفيديو عجبكم، واقول لكم سلام عليكم، واشوفكم ان شاء الله في فيديوهات تانية قريب.